اللغة العربية لغة جميلة قوي والله العظيم، بس محتاجة اللي يحسها واللي يفهمها. وأنا شايف إننا محتاجين نتكلم عربي، كلامنا هيكون أجمل وأشيك. وبعدين يا أخي ده حتى النبي عربي. السلام عليكم. بقابل ناس علاقتهم باللغة العربية بقت عاملة زي علاقة واحد بيستعر من أبوه وبيتمحك في جاره، مع إنه لو ركز هيعرف إن أبوه ده أجدع وأجمل وأعظم من جاره 1000 مرة. أنا مش عايزك تحب العربي بالعافية، أنا عايزك تعرف قيمته وإنت هتحبه وهتحترمه لوحدك. أنا مش فاهم ليه بقينا عايشين في زمن اللي ما بيعرفش يتكلم إنجليزي فيه على أعلى مستوى يتبصله على إنه دون المستوى، مع إن اللي دون المستوى بجد إنك ما تكونش عارف لغتك الأم، لغة بلدك ودينك. ليه محتاج أحشر بين كل سطر عربي بقوله 5-6 كلمات إنجليزي عشان ما تصنفش يعني في وسط الناس اللي بتكلم معاهم إني جاهل؟ إيه الفايدة إن أدخل شركة مصرية إدارتها مصرية وموظفينها مصريين وعملائها مصريين والباركيه اللي بمشي عليه في الأرضية مصري والشاي الكشري اللي في البوفيه مصري ويعملوا معايا الانترفيو بالإنجليزي؟ الحركة دي مجنناني قوي والله. هل ده ممكن يحصل في أي بلد في العالم؟ هل ممكن موظف أمريكي مثلا يعمل انترفيو في شركة أمريكية بالعربي ويقولوا له شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ يا سيدي اتعلم إنجليزي وتعلم أي لغة هتفيدك في شغلك، ده حلو قوي ومطلوب وضروري، لكن مفيش داعي في عيد ميلادي تقول لي هابي بيرث داي تو يو. انت أصلا مش جايب هدية تسمح لك بالمنظرة دي. وبعدين ما انت عندك جملة حلوة قوي وحميمية ودافية اسمها كل عام وانت طيب، بتتمنى لي فيها اكون على حال طيب كل عام وطول العام، مش زي التانية ابقى سعيد يوم عيد ميلادي بس. مفيش داعي تبارك لي على حاجة فتقول لي congratulations، انا مش عارف اقولها، قول لي مبروك يا سيدي، كلمة حلوة وعلى اسم خالك. مبروك دي اعمق واحلى بكتير قوي، معناها انك بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في النعمة اللي عندي ويحافظ لي عليها. مش دي اظرف واجمل؟ ليه تكلم واحد مصري بلغة تانية غير لغته؟ انت عمرك شفت واحد انجليزي بيقول نهارنا ابيض بالصلاة على النبي؟ انا فاهم ان ده جزء من عقدة الخواجة. احنا للأسف حاسين من جوانا ان الناس دي احسن مننا فبنقلدهم، بس هم في الحقيقة لا احسن مننا ولا لغتهم احسن من لغتنا، واللي عايز يعاركني يعاركني بقى يلا. في العربي ممكن الكلمة الواحدة يكون ليها اكتر من معنى. كلمة ملك بكسر اللام يعني حاكم، أما ملك بفتح اللام يعني ملاك. كلمة مناخ بضم الميم يعني جو، أما كلمة مناخ بفتح الميم يعني المكان اللي الجمل بيقعد فيه بينخ فيه. كلمة هوية بفتح الهاء يعني المكان العميق اللي الشيء بيسقط فيه، جاية من فعل هوى. أما كلمة هوية بضم الهاء يعني كينونة الإنسان زي أصله وتاريخه ولغته، واخد لي بالك؟ طب أقول لك على حاجة، شفت دقة اللغة العربية وانت بتقول كسرت الطبق؟ فتفهم وانت مغمض انك جبته نصين، لكن كسرت الطبق بتشديد السين يعني دغدغته خليته 100 حتة. وفي سورة الكهف وربنا سبحانه وتعالى بيوصف حال يأجوج ومأجوج مع السور اللي بناه ذو القرنين، قال ايه؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. الطاقة والقوة اللي محتاجينها علشان يعدوا السور للناحية التانية أقل بكتير من اللي ممكن يحتاجوها عشان يعملوا فتحة في السور ده. عشان كده زود حرف في الكلمة التانية، استطاعوا. اللغة العربية لغة غنية بالتشبيهات اللي تخلي الخيال شغال دايما وتخليك وانت بتسمع كأنك بتشوف، وده من جمالياتها. يعني لما يقولوا عن حد كريم يقولوا ايه؟ لا تطفأ له نار، يعني طول الوقت مشغل البوتاجاز عشان يعمل اكل للضيوف. شفت الجمال؟ واحد شجاع نقول عليه اسد، واحد صبور نقول عليه جمل، ست جميلة نقول عليها بدر. التشبيهات دي بتخليك تشوف الكلام مش تسمعه. اللغة العربية كمان لغة متجددة مش جامدة، لغة قادرة تمتص أي كلمات من لغات تانية وتضمها لقاموسها، زي كلمة البنك أو الاستاد أو التليفون أو غيرها كتير قوي. يعني لغة مش منغلقة على نفسها ولا لغة قديمة ورجعية زي ما البعض متخيل. الموسيقى بقى، الموسيقى اللي في اللغة العربية ليها سحر خاص، لأن تركيبة الكلمات والحروف مع القاموس الضخم اللي فيه آلاف الكلمات ساعد في ده. عشان كده هتلاقي الشعر العربي ليه تراث لوحده ضامن مخزون كبير وضخم.
هي لغة أصلا اتخلقت عشان يتكتب بيها شعر. يعني سمعت مثلا عمنا الأصمعي وهو بيقول: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفت من وجنته من لثم ورد الخجل، فقال بستني فلم يجد بالقبل، فقال لا 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 ثم لا 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 وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي يا ويلني، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. ها، تعرف تقولها بالانجليزي دي؟ يا اخي ده حتى الكلام لما تقوله بالعربي ليه شياكة ووقار كده. مثلا لما تقول اهلا وسهلا اللي بنستخدمها في الترحيب دي هي اختصار لجملة طويلة بتقول حللت اهلا ونزلت سهلا، يعني انت في بيتك ومطرحك ووسط اهلك يا حبيب اخوك. تعبيرات حميمية قوي ودافية قوي. ولما حد يقول لك شكرا وتقول له عفوا دي تعبير مؤدب قوي يا جماعة، كأنك بتقول له اعفيني من الشكر، انا ما عملتش حاجة استاهل عليها الشكر. رد في منتهى التواضع. حد قال لك كلام عجبك وانت عايز تعبر عن اعجابك بتقول له لا فض فوق، يعني ربنا ما يحرمك من نعمة الكلام الجميل ده. حد بيطلب منك طلب وانت عايز تعبر عن موافقتك فبتقول له على الرحب والسعة، جملة تحسسك بالكرم والترحيب وتطمنك. اللغة العربية لغة جميلة قوي والله العظيم، بس محتاجة اللي يحسها واللي يفهمها. وانا شايف اننا محتاجين نتكلم عربي، كلامنا هيكون اجمل واشيك. وبعدين يا اخي ده حتى النبي عربي. وكل سنة وانتم طيبين.